مواجهة شرسة ومعركة حامية الوطيس شهدتها جبهات القتال بالجهة الغربية لمدينة تعز خلال الساعات الماضية. وحدات من الجيش ورجال المقاومة استطاعوا دحر ميليشيا المخلوع صالح والحوثيين من مناطق عدة كانت تتمركز فيها في البعرارة والحصب والمرور والدحي. سيطرنا على جزء كبير من تبة الأريال، جزء كبير من تبة القاسم. نحن الآن في مشارف الحصب في منطقة مسجد الأنصار وقرب مصنع هزة طه. سنصل إن شاء الله عز وجل إلى بير باشا واللواء 35 ثم فك الحصار باتجاه الضباب. جبهة المرور هي الأخرى لا زالت لهيب المعارك مشتعلة فيها وبشتى أنواع الأسلحة. والآن شباب المقاومة يتمركزون في بيت القرشي وبيت الزغروري ومستشفى سعيد معوضة يبدو أن الاشتباكات الآن في جولة. الآن الاشتباكات تجري من بعد جولة المرور من بين النيابة وهزاع طه. تقدم الجيش والمقاومة في مثل هذه الظروف ومع الفارق بالعتاد والعدة وفي ظل الحصار الخانق يفتح آفاقا للتقدم والانتصارات في مختلف جبهات القتال بالمدينة. المعركة هنا على أشدها كر وفر. هذه المرة تقدم كما تقول المقاومة يمن شباب من جولة المرور بتعز.